شريحة الكمبيوتر الصغيرة دي عملت عملية حسابية في 5 دقايق. أقوى كمبيوتر في العالم كان هيعملها في 10 سكتريون سنة. وعشان تتخيل الرقم ده أكبر من عمر الكون ب7 مليون مرة. أنا لورنس من ما وراء الكون. جوجل أعلنت من شهور قليلة عن شريحة كوانتم كومبيوتنج جديدة اسمها ويلو، ودي ممكن تكون طفرة تكنولوجية كبيرة في الفترة دي. أنا هتسألني يعني إيه كوانتم كومبيوتنج؟ خليني أشرح لك ببساطة. الكمبيوتر العادي شغال بحاجة اسمها البيتس، ودي بتبقى يا 0 يا 1، لكن الكوانتم كمبيوتر بقى بيشتغل بالكيوبيتس، والكيوبيت دي ممكن تبقى 0 أو 1 في نفس اللحظة. بالتالي الكيوبيتس بتقدر تزيد بشكل اكسبوننشال أو بشكل أسي، يعني ال5 كيوبيتس يقدروا يعملوا في خطوة واحدة اللي بيعملوا ال5 بيتس في 32 خطوة. عشان كده الكوانتم كمبيوترز دي أقوى بمراحل من الكمبيوترات العادية. في العادي الكوانتم كمبيوترز بتبقى حساسة جدا، يعني كل ما تزود قوتها كل ما تزيد الأخطاء، لكن الشريحة الجديدة دي بتاعت جوجل عملت العكس، كل ما بتكبر كل ما بتقلل الأخطاء. وده إنجاز العلماء بيشتغلوا عليه من 30 سنة. لو التقنية دي كملت ممكن نلاقي إنجازات مرعبة، علاجات لأمراض جديدة، نكتشف مصادر طاقة بديلة، ونطور الذكاء الاصطناعي بطرق الكمبيوترات التقليدية حتى مش قادرة عليها. احنا قدام طفرة علمية ممكن تغير شكل الحضارة. في النهاية متنساش تقول لنا رأيك في الكومنتس، ولايك وشير وفولو. أشوفكم على خير.